عمرك حسيت إنك بتشتغل طول الشهر وبرضه الفلوس بتخلص قبل آخره؟ الحقيقة إنك مش لوحدك. دي الدايرة اللي سماها روبرت كيوساكي في كتاب الأب الغني والأب الفقير، مسار الفار. والدايرة دي عبارة عن إنك بتصحى تروح شغلك، تقبض مرتبك وتدفع فواتير وضرايب وتصرف على حاجات أكتر وأكتر، فتغرق في التزامات وديون أكتر وتلاقي نفسك محتاج تشتغل أكتر وأكتر، ومن غير ما تحس بتلف في عجلة ملهاش نهاية. أما الأغنياء يا صديقي بيفكروا غير كده تماما. بدل ما يشتغلوا طول حياتهم عشان الفلوس، بيتعلموا يخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندهم. الرسالة يا صديقي، لو عايز تكسر الدايرة دي لازم تتعلم تفكر ماليا مش بس أكاديميا. وعشان كده عملت لك الحلقة دي، اسمعها كاملة من هنا وهتلاقي أفكار هتغير نظرتك للفلوس. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتسيب لنا رأيك في تعليق، لأننا في الآخر كلنا هنستفيد مع بعض. ما هو أنا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.